السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة مطبخ فرح. كالعادة اليوم جبت لكم وصفة من وصفاتي السهلة الاقتصادية والناجحة. وصفتنا لليوم هي خبز الدار ناجح 100%. جربوه، ما راحش تندموا، راح يعجبكم. يجي خفيف رائع خبز الدار هذايا بالفرينة فقط. وش نقول لكم، يجي كل مسكوتشو، يعني كل عائله راح تحبوه، خصوصا دراري صغار كذلك راحين يحبوه. جربوا هذه الوصفه، راح تنال اعجابكم وراحين تعتمدوها دائما وديروها. كما تشاهدوا جاء رائع. كذلك المقادير اقتصاديه، يعني متوفره في كل بيت. برك اللي دخل عندنا جديد للقناة نقول له فضل منك وليس أمر، أرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد من الوصفات اللي ننزلوها. وما تنسوناش لايك بعد المشاهدة. نبدأ على بركة الله، بسم الله. عندي كاس ونصف حليب بحرارة الغرفة. هنا كما تشاهدوا عندي زوج حبات تاع بيض فقط. البيضة الثانية استعملت البياض تاعها، والبيضة الأولى استعملتها بالصفر تاعها، خليت الصفر هذاك باش ندهنو به. وهنا عندي زوج ملاعق كبار من السكر، ونخلطو كل شيء بالفوي كما راكم تشاهدوا. وهنا عندي 4 ملاعق كبار من الزيت. وهنا عندي ملعقة كبيرة من خمارة الخبز. كما تشاهدون خلطوا كل شيء مع بعضه. وهنا بديت نضيف الفرينة. هنا كما راكم تشاهدوا ضفت كمية من الفرينة، بعدها ضفت باكي واحد من خميرة الحلوى. ونخلطوه كما راكم تشاهدوا. كما الفرينة هنا انا ضفت فرينة، يعني عينك ميزانك، تكون العجينة تتلاصق، ما تكونش العجينة جارية وما تكونش قاصحة اكيد، تكون تشبه العجينة تاع الاسفنج. هنا ضفت الملح كما راكم تشاهدوا، الملح يقعد اختياري حسب الرغبة او الكمية تاع العجين. كما تشاهدوا هنا راني نضيف في الفرينة بشوية ونشوف حتى نتحصل على العجين يكون متلاصق. كما راكم تشاهدوا هنا راني نخلط بالمغرف بهذه الطريقة باش يتخلط كل شيء مع بعضه. وهنا العجينة خليتها ترتاح مدة ربع ساعة، حوالي مدة ربع ساعة فقط. وجدت البلا تاعنا، هذا البلا تاعنا دهنته بالزيت كما راكم تشاهدوا، القياس تاعو 28 على 24. بعدها تدهني يدك بالماء وتحاولي تفتحي العجينة بهذه الطريقة في البلا، تمديها كامل مع البلا بهذه الطريقة. يعني وصفة سهلة. وتدهني من هنا دهنتها بالصفار اللي خليته من البيضة الثانية، ودرت له شوي نسكافيه. لكن ما عندكش نسكافيه تقدري ديري قهوة، وتدهني كامل من فوق، وديري جلجلان او كمون او سينوج. خليها ترتاح مدة ربع ساعة قبل ما تديريها في الفرن. بعدها ديريها في الفرن وتخليها تطيب من تحت، وبعدها تشعلي لها من الفوق. وهنا الفرن على درجة 200 حرارة، وقعدت مدة 25 دقيقة إلى 20 دقيقة باش تطيب تكون جاهزة. وهاليكم خبز الدار بالفرينة فقط. وش نقولكم، جاء روعة. يعني جربوه، ما راحش تندموا، راح تعجبكم وراحين تعتمدوها دائما. برك ما تبخلوناش باللايك بعد مشاهدة الفيديو. اللي دخل جديد نقول له فضل منك وليس امر، ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله من الوصفات السهلة الاقتصادية والاهم حاجة الناجحة. وان شاء الله فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، ونقول لكم الى اللقاء، الملتقى جديد مع وصفة جديدة. مطبخ فرح.